الإمام ابن القيم عليه رحمة الله له كتاب يسمى الطب النبوي، واخد بالك؟ والإمام ابن القيم هو بيقول عن نفسه اشتغلت بالطب، قعد فترة طويلة يشتغل بعلوم الطب، ولولا أني شعرت بظلمة وقسوة في القلب ما كان لي نظير فيه. يعني هو تنه ماشي في علم الطب ما كانش له نظير. يكفي الإمام القيم أولا من علماء القرن الثامن الهجري، توفي سنة 58 بعد 107، وصف وضع الجنين في بطن أمه وهو في القرن الثامن زي أحدث أشعة الآن. قال لك الجنين في بطن أمه عامل كده، شافوا؟ لا ما شافوش، بما حباه ربنا عز وجل من معرفة. فالشاهد أن الإمام ابن القيم كان عنده خلفية كبيرة جدا عن الطب، لذلك كتاب الطب النبوي من أمتع الكتب التي ينبغي على المسلم أن يستفيد منها ويعرف ما فيها من علوم.